بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. من الحاجات اللي معروفة عن النجاح حاجة كده اسمها المفاتيح النجاح. فعندنا كانوا بيقولوا في مفتاح كده من مفاتيح النجاح اسمه الدوافع. ازاي لو عندك دافع ممكن يغير من حياتك. فخليني احكي لكم عن تجربة شخصية انا مريت بيها وانا صغير. ربنا سبحانه وتعالى اداني هدية ان انا اكون عندي اعاقة. فجيت في وقت من الأوقات بقيت الوسواس كده يجي في دماغي يقول لي إن السبب في الإعاقة هو الأم والأب، إن هم أبويا وأمي. لكن بعد وقت كده من الأوقات لقيت الموضوع مختلف تماما. بعد شوية لقيت إن ربنا سبحانه وتعالى دي مشيئته وده قدره، لأن أبويا عمل اللي يقدر عليه. والدي لف بيا وراح المستشفيات هو ووالدتي، وكان بيشني وكان بيروح لدكاترة كتير، لكن قضاء ربنا كان يعني خلاص قضاء ربنا جه وخلاص ان انا هصبح او هعيش عندي اعاقه في رجلي، وان انا الحمد لله حالتي احسن بكتير من حالات ناس كتير. يعني حالتي انا كانت احسن من حالات كتير قوي. ومن هنا بقى الموضوع اختلف. من هنا بدأت الدنيا بالنسبة لي تختلف. فكرة ان انا كنت زمان وانا صغير بفكر ازاي اخش الكلية الحربية وابقى ضابط في الكلية الحربية. عرفت خلاص ان انا مش هبقى ظابط، لكن المشكله كلها انا كنت بفكر ليه في الموضوع ده. انا كنت بفكر ان انا عايز امارس فنون القتاليه، لكن لقيت ان انا ممكن امارسها بره، فمارست كونغ فو واتميزت فيه وبقيت مميز جدا جدا بين مدربين كتير قوي في مصر. واتعلمت على ايد مدربين الثقل لهم ثقل وتقال جدا. وبعد كده شوية شوية خدت بطولات في الايكيدو وخدت حاجات تانية، فالحمد لله كنت مبسوط ان ده دافع خلاني غيرت من اتجاهاتي. نفس الموضوع في الحالات العادية لما دخلت الكلية وبدأت ادرس وبدأت اتعلم، وبعد كده بدأت اتعلم حاجات تانية كتير واسافر واروح واجي واشوف مدربين واشوف ناس بيعلموني واقرأ كتب وافهم ازاي الدنيا بتتغير واقرا في النفس البشرية وازاي ممكن نعالج النفس البشرية. الموضوع كان بالنسبة لي حاجة تانية خالص. الفكرة كلها هو ان انا كنت عايز اكون مش مجرد واحد يتقال عليه متحدي اعاقة او معاق. انا كنت عايز اكون مختلف على الاقل قدام نفسي، على الاقل ان انا ما اشوفش نفسي حد تحت، انا اشوف نفسي حد. افتخر بنفسي، اشوف نفسي بعمل الحاجة اللي نفسي اعملها. وكان اول حاجة لازم افكر فيها هو ان انا اتغير. فكانت ده بالنسبة لي، يمكن الاعاقة دي كانت دافع بالنسبة لي. الشاهد هنا من الفيديو اللي انا بقول لكم عليه او الفيديو اللي احنا بنعمله ده، ان انا بقول لحضرتك حول اي حاجه تشوفها وحشه في حياتك حولها لدافع. ممكن الحاجه اللي انت شايفها وحشه في حياتك انت من وجهه نظرك ممكن لو خليتها دافع تغيرك تماما. يمكن انا بقول لك عن تجربه حصلت معايا، ومش في دي بس، لا في حاجات تانية كتير. ساعات ببقى عايز اعمل حاجه معينه وربنا سبحانه وتعالى ما بيسرش الامور ليها. يعني ممكن ساعات اكون نفسي اشتري حاجه وبعمل كل المستحيل عشان اشتري الحاجه دي، وربنا قدر ان انا مش هعرف اشتريها. ممكن تكون دافع ان انا اعمل حاجه احسن بكتير جدا. بمناسبة الفيديو اللي انا بعمله لكم ده، اول ما فكرت ان انا اعمل قناتي على اليوتيوب كان عندي دافع ان انا او ان انا كان انا عندي رغبة ان انا اشتري كاميرا احسن حاجة، اعمل اوضة اصممها اخليها شكل استوديو كويس جدا، اشتري سيستم اضاءة كويس، اعمل حاجات زي الناس المحترفين. لكن لقيت نفسي قاعد، فلقيت الدافع بتاعي لا ما بيعمل، بيقول لي لا اعمل حاجة تانية خالص. استخدم الموبايل، استخدمت موبايل، جبت مايك بسيط كده واستخدمته، لقيت الدنيا كويسة خالص. بدأت القناة بتاعتي، حتى لما القناة بتاعتي اتسرقت او القناة بتاعتي تم سرقتها وبعد كده لما رجعتها اليوتيوب شالها، كان دافع بالنسبة لي ان انا اعمل حاجة جديدة. فعملت قناة صاحب همة عشان اغير من فكره ان انا ما اقعدش فكره ان انا مش خلاص هي باظت يبقى خلاص باظت. لا، ممكن نكون دافع ان انت تغير حاجه تانية. ممكن القناه الجديده تكون احسن بكتير قوي من القديمه. ممكن ان انت تلاقي نفسك الحاجه اللي بتسعى ليها واخفاق وحصل اخفاق فيها دلوقتي، ربنا سبحانه وتعالى يقدر ان هي تبقى احسن في اللي جاي. ربنا سبحانه وتعالى يتقدر ان انت تتغير في اللي جاي. مش كل حاجه وحشه حصلت هي وحشه باصلها، لكن في داخلها آه في كنز. في كده كان يقول لك ايه، يقول لك الثوره او النجاح على النفس تولد من رحم بركان. بمعنى ان انت يعني ايه بركان؟ يتخيل ان انت كده قعدت، ان انت آه متضايق، ان انت مخنوق، ان انت حسيت ان انت بالاخفاق ده كأن جسمك خمول قوي جدا نتيجة الإخفاق اللي وصلت له. لما تقوم مرة واحدة بتبقى ثور بركان، بركان بيثور. فعشان كده دايما بقول لك إن الحاجة اللي أنت فاكر إنها إخفاق ممكن تكون مكان الولادة لنجاحك أو لتغيير حياتك.
يمكن انا عملت فيديو كده بسيط هنحطه على القناه، ويمكن بدايه ان احنا نحط فيديوهات كتير على القناه الفتره اللي جايه. وهسجل من حتت مختلفه ومن اي مكان، اي مكان ممكن تيجي قدامي فكره هحطها وهسجلها. وممكن ما منتج، يعني انا مش همنتج يا دوبك لو في حاجه تستاهل، وهرفع على القناه على طول وعلى البيج. اتمنى تشاركوني في الفيديوهات لو انتوا عايزيني اتكلم عن حاجه معينه انتوا مهتمين بيها. قولوا لي لو انتوا عندكم افكار عن حاجه معينه، قولوا لي برضو. واتمنى ان انتوا تدعموا القناه بتاعتي، يعني شير وليك كده، وشير ولايك وابعتوها للناس، يعني على وعسى يكون فيها افاده لكل واحد بيشوفها. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.